ازاي دخلت فنون تطبيقيه وانا اصلا ما بعرفش ارسم؟ الحقيقه ان اصلا السؤال ده غلط. فنون تطبيقيه اصلا جايه من اسمها تطبيقيه، يعني عملي. يبقى ده معناه ان هي ما فيهاش رسم. لا برضه، يعني انت عايزه ايه يا ست انت دلوقتي؟ الرسم بتحتاجوه، بس مش بتحتاجوه في كل المواد، هو ماده او مادتين بكتير قوي بتبدعوا فيها زي ما انتوا عايزين. اللي كان بيحتاج رسم بقى هو امتحان القدرات، وده امتحان بيحصل بعد ثانويه عامه على طول، وده بيبقى لازم انجح فيه علشان اعرف ادخل الكليه. طيب وانجح فيه ازاي بقى دلوقتي؟ ده يا سيدي كورس بتاخده بعد ثانويه عامه، بيدربك على امتحان القدرات وكل الاسئله اللي بتيجي فيه، بيحل معاك الامتحانات السابقه وبيدربك على كل الاسئله اللي كانت صعبه في السنين اللي فاتت. واهم حاجه ان انت تبقى واثق في الناس اللي معاك دول، ان هم بيقولوا لك المعلومات صح، لان في ناس كتير قوي لبست في الحيط. وانا اقدر ارشح لكم بضمير مرتاح سكيلز شو، لانهم من اكتر الناس اللي بجد مجتهدين في شرحهم وفي الناس اللي معاهم وفي طريقه الشرح حتى، والمتابعه بعد ما تحجز معاهم او حتى بعد ما تدخل الكليه. وكل دي امثله لناس خدت معاهم الكورس ونجحت في امتحان القدرات. ده غير ان هم عندهم اوفلاين في الفروع، وكمان اونلاين ويب سايت وابلكيشن تقدروا تتفرجوا على الكورس براحتكم في اي وقت. ولو عايزين الفورم المجانيه للتسجيل معاهم السنه دي اكتبوا لي كومنت وانا هبعتها